فندق الموت المسكون سيسيل، قصة رعب حقيقية حدثت بأحد الفنادق المشهورة. هل سمعت يوما عن الفندق المسكون أو فندق الموت؟ لقد حدثت بالفندق الكثير من جرائم الموت والقتل الغامضة، ويقولون بأن فندق سيسيل الفخم هو فندق الشيطان، وأن الفندق مسكون، أو ربما هناك قاتل متسلسل لا يحب قتل إلا من يسكن فندقه، ولكن لا أحد يعرف الحقيقة. واليوم نقدم لكم قصة هذا الفندق الملعون، سيسيل بأمريكا. الفندق المشؤوم هذا حدثت به أكثر من حادثة موت وقتل بشعة لسنوات عديدة، ومنذ إنشائه تقريبا عام 1927، ولكن ما زال الناس يذهبون إليه بلا مبالاة. غريبون حقا هؤلاء البشر ومثيرون للدهشة. يقع فندق سيسيل بمدينة لوس أنجلوس في أمريكا في أكبر شارع حيوي رئيسي، ويعتبر من أكبر الفنادق، وقد تم إنشاؤه وقتها للأثرياء ورجال الأعمال. والغريب في الأمر أن الفندق شهد العديد من حالات القتل البشعة بداخله بعد سنوات قليلة من إنشائه. في عام 1947 عثر على جثة إليزابيث شورت، الممثلة الأمريكية التي كانت تبلغ من العمر 22 عاما، وكانت جثتها مشوهة للغاية، لدرجة أنه في البداية كان يعتقد أنها عارضة أزياء، ولم يتم التعرف عليها بسهولة، فقد قطعت بالكامل في منتصف الخصر، وتم قطع وجهها من الفم إلى أذنيها. وعلى الرغم من كل هذا، لم تكن هناك بقعة دم واحدة في مكان الحادث، ولم يتم القبض على القاتل. وقد شوهدت إليزابيث في فندق سيسيل قبل وقت قصير من قتلها، حيث كانت تقضي إجازتها في ذلك الفندق. جريمة قتل أخرى وضحيتها هي بجون جولدي لم تحل أيضا حتى الآن. كانت الضحية وجها معروفا داخل الفندق. في عام 1964 عثر عليها ميتة بغرفتها، حيث تم الاعتداء عليها وطعنها وخنقها، وقد عثرت الشرطة على حقيبة ورقية مليئة بكمية من بذور الطيور. ومن أغرب الوفيات في فندق الموت هذا كانت من نصيب جورج جانيني، البالغ من العمر 65 عاما. ففي عام 1962 كانت بولين أوتون، البالغة من العمر 27 عاما، تتجادل مع زوجها، وبعد مغادرة زوج أوتون كتبت رسالة انتحار، وقفزت هي من النافذة إلى الرصيف بالأسفل، ولسوء الحظ كان جانيني يسير مباشرة أدناه، فهبطت أوتون عليه، ومات الاثنان معا على الفور. عندما وصل أفراد الشرطة لأول مرة إلى مسرح الجريمة، اعتقدوا في البداية أن هذه حالة انتحار مزدوجة، وما جعلهم يشكون في ذلك كون جانيني كان لا يزال يضع يديه في جيوبه كما كان يسير قبل أن تقع أوتون عليه، وهذه الوضعية لا تتناسب مطلقا مع سقوطه من 9 طوابق حيث كان يقيم. وبعد الكثير من التحريات اكتشفت الشرطة الحقيقة، أن هذا كان انتحارا تسبب في موت عارض. وفي عام 2013 عثرت الشرطة على إحدى الفتيات وتدعى إليسا. كانت مقتولة وعارية تماما في خزان المياه على سطح الفندق، وكانت ملابسها في مكان قريب من الخزان. وقد اكتشفت الشرطة الجريمة بعد أن اشتكى سكان الفندق من قلة المياه، وقيل وقتها بأنها حادث غرق. لقد أتت الفتاة من فانكوفر إلى لوس أنجلوس لتقيم في الفندق، وتم تسجيل لقطات لها في المصعد، حيث كانت مذعورة بشدة بأنها كانت تضغط الأزرار لعدة طوابق في كل مرة، ثم تفتح الباب وتنظر برأسها خارج المصعد،
وتبحث عن شيء ما، ثم تدخل مرة أخرى وتختبئ في أحد أركان المصعد. وأظهرت الكاميرات أنها كانت تتحدث إلى شخص غير واضح، ثم تغلق أبواب المصعد وبعدها تخرج منه، ولا تعود للظهور مرة أخرى. ومن خلال تلك اللقطات يتضح أن هناك شيئا كان يطاردها، وكانت هي تحاول الهروب منه، ولكن في النهاية لم تستطع الاستمرار في الهرب واستسلمت لمصيرها المحتوم. وفي عام 2014 التقط أحد الشباب الموجودين بالفندق صورة من خلال كاميرته الخاصة لشيء يزحف بالقرب من نافذته، وبعد تحليل الصورة من خلال متخصصين اكتشفوا أن ذلك في الغالب شبحا. وبكل تأكيد هذا ليس غريبا، فالفندق وقعت فيه ما يقرب من 15 حالة قتل غير تلك التي لم يتم ذكرها. ولكن يبقى السؤال المثير للدهشة والذي لم يتم تفسيره حتى الآن: هل الأشباح فعلا لها تأثير على البشر بشكل ملموس؟